انت عارف ان في رسالة موبايل انهت عذاب اسرة كاملة مسحورة بقالهم 20 سنة؟ القصة دي مش فيلم ولا خيال، دي حكاية حقيقية حصلت لأسرة سعودية عاشوا جحيم استمر العقدين كاملين. صل على النبي واعمل لايك للفيديو وتعال احكي لك. في بيت عادي في مدينة سعودية عاشت خادمة اندونيسية مع الأسرة دي أكتر من 20 سنة. محدش كان يتخيل إن وجودها هيحول حياتهم لجحيم. الموضوع بدأ صغير، خناقات يومية، نفور غريب بين أفراد العيلة، اضطرابات ملهاش تفسير. كانوا فاكرينها مشاكل أسرية طبيعية، لكن مع الوقت الأمور خرجت عن السيطرة. الأم وهي عمود البيت فجأة وقعت في مرض غريب، جسمها بدأ ينهار بورم خبيث ملوش علاج، وبعد سنين قليلة ماتت. المصيبة إن بعدها على طول البنت الكبيرة كمان أصابها نفس المرض، وكأن لعنة بتطارد الستات في البيت. الغريب إن الأسرة حاولوا يبعدوا الخادمة كذا مرة، بس كل مرة كانت بتفلت بطريقة غامضة. والأغرب إن البنت الكبيرة اللي بتموت بالمرض كانت بتدافع عنها بجنون، تمنع إخواتها يرحلوها، كأن قوة خفية مسيطرة عليها. بعد 20 سنة الخادمة قررت فجأة تسافر عشان بنتها تعبانة في بلدها. الأسرة كلها ارتاحت وقالوا الكابوس خلص، لكن لا، الخادمة فضلت على تواصل خفي مع البنت الكبيرة وتطلب منها فلوس بحجة إنها بتبني مسجد في بلدها. والبنت رغم مرضها وضعفها كانت تبعت لها بانتظام كأنها مسلوبة الإرادة. وفي الآخر البنت الكبيرة انهارت وماتت هي كمان بنفس المرض اللي ماتت بيه أمها. ساعتها الابن الكبير بدأ يشك إن اللي بيحصل مش طبيعي، خصوصا لما زوجته هي كمان ابتدت تعاني أعراض غريبة، كره مفاجئ ليه، رفض تنام في أوضته، أورام في رجليها حيرت الأطباء. المستشفيات تقول مفيش سبب عضوي، بس الألم كان حقيقي وبيموتها يوم ورا يوم. الراجل ده حاول كل حاجة، مشايخ، أطباء، حتى ناس من بره البلد، بس مفيش فايدة. لحد ما في يوم جاله رسالة موبايل من رقم دولي مجهول بلغة إندونيسية. جاب حد يترجمها وكانت الصدمة. الرسالة بتقول: أنا ساحرة إندونيسية تبت إلى الله بعد ما حجيت مكة. الخادمة اللي كانت عندكم طلبت مني أعمل سحر ليك ولزوجتك، وانا نفذت. لو عايز الخلاص خرج سرير غرفة نومك من البيت فورا، الطلاسم مدفونة جواه وهي السبب في اللي دمركم طول السنين دي. الراجل اتجمد من الرعب، جري على الأوضة، رفع السرير حتة حتة ولقى الكارثة: عقد معقودة بخيوط غريبة، أوراق مليانة طلاسم، صور باهتة مدفونة جوه الخشب، ريحة شر بتفوح من كل حاجة. على طول اتصل بالشيخ فيصل بن عبد الله المعروف في جدة بفك السحر. الشيخ جه وبص على الطلاسم وأكد إنها أعمال سحر ربط وتفريق، سحر يفرق بين الزوج وزوجته ويزرع الكراهية في البيت. وكمان قال إن الأورام السرطانية اللي قتلت الأم والبنت الكبيرة مش بعيدة عن السحر ده، لأن السحر والحسد ممكن يجيب أمراض